السلام عليكم متابعين، وجمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد والعالم أجمع، آمين يا رب العالمين. وكل الهلا بالمشتركين الجدد، ربي يحفظكم وييسر أمركم وين ما تكونوا يا طيبين. أهلا وسهلا بكم حبايب. وهنا حبايب اليوم جيناكم بطبخة أو بوصفة سهلة وسريعة وبنفس الوقت هي تكون صحية. هنا طريقة طبخ شوي الدجاج بالخضروات، طريقته سهلة وسريعة وما راح تاخذ من عندك وقت، وراح تكون مدبرة أمورك بأسرع ما يكون. هنا حبايب هاي عندنا خضروات اللي هي الطماطم، الباذنجان، البوتيتة، البصل، الفلفل، ماكو بيت ما يخلى من هاي الخضروات. وهنا عندي هاد قليل من شحم اللية. هسه حبايب راح نسوي التتبيلة مالتنا. تتبيلة الدجاج اللي هي متبلتها بالكمون والفلفل الأسود والكركم والملح. طبعا هاي متبلتها أنا تقريبا ليلة كاملة بالليمون وكمون والكركم والملح والفلفل الأسود. أخذت هاي النكهة كليتها ليلة كاملة. هنا حبايب بعد ما جهزت الخضروات نجهز البايركس. طريقتها حبايب سهلة وسريعة، وقلت لكم أهم شي تكون هي صحية الأكلة مالتنا. نحاول حبايب نبتعد من الدهون والزيوت. هذا هسه اللي هو شحم اللية، تقولوا لي هذا هماتين دهون، بالعكس هي هاي الدهون اللي هي تكون نافعة مضارة، اللي هي الدهون الحيوانية. هنا نزلت قليل من شحم اللية والبصل، الكمية اللي انتو راغبين تخلوها، كمية البصل طبعا مو محددة هي الكمية أنا خليتها. هنا أنزل بس الخضروات بالبداية على الشحم، يعني بس البصل بالأصل بالبداية أخليه ويا الشحم، وأنزل من بعدها حبايب الدجاج. قلت لكم حبايب طريقتها سهلة وسريعة وما تاخذ من يمكم وقت. لزم ايدك من الدهن والزيت، وراح تحافظين على عائلتك من الزيوت ومضارها الصحية على جسم الإنسان. هنا حبايب هسه نزلت الدجاج اللي هي أفخاذ. هنا أنزلها على البصل، نحاول يعني نصفطهن على كمية البصل الموجودة. هنا تقريبا حبايب المكان مكفي، بس هماتين مع ذلك راح نصفطهن. هنا هاي عندي قطعة صدر دجاج اللي هي تعرفون بالعائلة يعني اكو ناس تحب دجاج صدر، وناس تحب الزور الدجاج، وناس تحب الافخاذ. وهسه حبايبي راح انزل عليها كمية الخضروات اللي قصصناها. الموجود حبايب بوتيتة، باذنجان وطماطة، يعني بس يعني مو شرط البوتيتة وياها، شكو خضروات موجودة الواحد يقدر يخليها على الدجاج، لأن هي هماتين تعرفون الخضروات صحية. وراح المي مالتها هم ينزل على الدجاج، انه ما ناخذ يعني نخلي كمية كلش كبيرة من المي، راح يكون طعم الدجاج أطيب من ما نضيف لها المي على يعني نريد نقول نسوي صلصة كلش هواية ونخليها على الدجاج حتى يستوي. لا، هنا إذا خليت أنا الخضروات على الدجاج راح تستوي الدجاجة بالطعم الخضروات، تكون أنكه وأطيب. هسه حبايب بعد ما صفطنا الفلفل والباذنجان والبوتيتة والفلفل الحار، اللي هي طبعا يعطينا نكهة للأكل الفلفل الحار. من بعد حبايب انزل الطماطة، لان انا هنا ما راح اخلي عليها قلت لكم مي هواية، بس بنكهة الخضروات. هنا عندي دبس الرمان. هسه راح نحضر الطماطة
اللي هي همتين راح انزلها على الخضروات هاي والدجاج. هنا حبايب حسب الرغبة اللي حاب يخلي الكمية. هنا تقريبا حبايتين من الطماطة حجم كبار، وضفت عليهن قليل من دبس الرمان. هنا حبايب من بعدها راح اخلي السماق. طبعا السماق خالي من الليمندوزي والملح. هذا السماق يعني بس سماق يعني بواحدة نريد نقول. حتى حبايب حتى الليمندوزي ويا السماق همتين هو ضار منافع. الليمندوزي أنا دائما التتبيلة اللي أتبل بيها الدجاج بليمون وليمندوزي حبايب ما أخلي، يعني حتى الليمندوزي ما أدخله للأكل مالتنا، لأن هو هم بصراحة يعني هم يعتبر نريد نقول من المواد الضارة. وهنا حبايب خليت ملح، يعني أنا مو ليمندوزي هذا خليته، لا حبايب ملح هذا رشيت الطماطة، وتقريبا قلاص مال مي نزلته على الطماطة. هسه صارت الطماطة والصلصة دبس الرمان والسماق ورشة الملح ننزلها على الخضروات اللي هي نزلناهن على الدجاج. حبايب طريقتها سهلة وسريعة وبسيطة، ويعني لا تاخذ وقت من يومكم توقفون بالمطبخ وشايفين الجو شلون حار. هنا حبايب بعد ما كملنا الصلصة مالت الطماطة راح هسه نضيفها على الخضروات. هنا الباذنجان، الفلفل الحار. طبعا حبايب انا ما خليت عليها معجون، قلت لكم بس دبس الرمان والسماق والملح خليته ويا الطماطة وضفناه على الخضروات. هنا حبايب انا ما راح اخلي عليها مي، لان رايدتها انه تكون ناشفة، ومي الخضروات راح ينطينا طعم ونكهة كلش طيبة بالدجاج. لكن راح اغطيها بورق الزبدة. هنا راح احافظ على الصلصة انه ما تتبخر وينشف نريد نقول الدجاج ويا الخضروات تنشف. راح يحافظ على الصلصة اللي بداخلها، انه تصعد البخار يصعد على ورق الزبدة وينزل هماتين على الدجاج. وتقريبا اخليها بالفرن 1.5 ساعة. هنا غسلته بالمي حتى يعني اقدر اسيطر عليه، يعني شلون نقول ينزل بين الحواف هنا يدخل بالخضروات يغطيها. وقلت لكم حبايب طريقتها سهلة وسريعة ولا بيها يعني زيوت ودهون. نوجهها ونجهزها ونخليها بالفرن. هنا تقريبا راح اخليها بالفرن 2 ساعة او 2 الا ربع. طبعا عيني ميزان اشوف الطبخة مالتي شو وقت تستوي. والخضروات طبعا ما خليت لها انا هواي مي، بس تقريبا قلاص ونص. خليت الصلصة اللي هي ويا دبس الرمان والسماق. طبعا قلت لكم حبايب بدون معجون. وهنا هذا شكلها النهائي، ما اصف لكم الطعم مالتها. وطبعا حبايب هماتين وياها تمن بزل، هو هماتين يعني قليل الزيوت. وان شاء الله ما نقول الا سهمنا وسهمكم العافية يا رب. ولا تنسون والدتي قراءة سورة الفاتحة. ربي يرحم امواتنا وامواتكم، ومع الف سلامة.